خد عندك كمان يا سيدي. امبارح كان الحسيني ابو ضيف، كلنا في وداعه جميعا، احنا على الشاشه هنا وزمايلنا الصحفيين في نقابه الصحفيين واهل سوهاج كلهم خرجوا له بالليل في الفجر استقبلوه ووضعوه في مثواه الاخير في ذمه الله، نحسبه عند الله شهيدا ان شاء الله. لكن ما زالت المشكله مطروحه بتاعت الحسيني. الاخوان في الصفحه الانجليزي بتاعتهم، في الموقع الانجليزي، قال الموقع الانجليزي لحزب الحريه والعداله الجناح السياسي لجماعه الاخوان المسلمين ان الحسيني ابو ضيف شهيد الكلمه والمصور الصحفي كان يقف بين مؤيدي محمد مرسي رئيس الجمهوريه، وانه قتل على يد بلطجيه مأجورين. واحنا كنا قلنا الحسيني، راح برضو وزير الاعلام حاول يقول ان ده تبع الاخوان. احنا هنوريكم مشهد الحسيني عشان يعني مش عارف نعمل ايه ورونا الحسيني ابو ضيف. يا فينك فينك يا حرية، فينك فينك حكم المرشد بيننا وبينك، حكم المرشد بيننا وبينك، أحمد فهمي بيننا وبينك، أحمد فهمي بيننا وبينك، يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط حكم المرشد، إعلام دستوري باطل والدستور باطل والاستفتاء باطل ومحمد مرسي باطل ومحمد بديع باطل والغرياني باطل ومحمود مكي باطل 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 واحمد علي باطل احمد علي باطل باطل اسقط اسقط الحرية شفت الحسيني طبعا يسقط يسقط حكم المرشد، احمد فهمي باطل، محمد مرسي باطل، محمود مكي باطل للاسف الشديد، واحمد مكي باطل. يعني كان نفسي ابقى واقف معاهم وانا بقول الكلام ده، بس انا عجزت ما بقتش استحمل الوقفه دي. ايه في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ ليه كده؟ ده طلعت الحكايه مش حكايه عدم فهم في السياسه، دي طلعت بزراميط، ده فيها نصب، في نصب في الموضوع، في نصب. يعني حاجه لا علاقه لها بالاسلام على الاطلاق، لا علاقه لها بالدين الاسلامي على الاطلاق، اللي هم معتبريننا يعني دخل لنا دين اسلامي جديد. هم بيقول لك الاسلام بقى، الاسلام جه جديد عندنا في مصر، ده ملوش علاقه خالص. ايه ده؟ في كده؟ قال لك في كده وفي كده وفي كده وفي كده. مع الاخوان في كل حاجه، في شيء، والاعلام بيقول ايه؟ كل حاجه وعكسها. مع الاخوان كل حاجه وعكسها. الاخوان ميكس، كل حاجه والعكس. حد يسرق شهيد ده راحوا يسرقوه في المستشفى، والراجل صوره خشوا عليه، هاتولي صورته، هو ابو جاكيت رمادي ده. ما تقدروش تخشوا عليه اكتر من كده؟ تقدروا؟ ده الحسيني هو بيقول حكم المرشد باطل ويسقط حكم المرشد. ده الحسيني ابو ضيف الله يرحمه في ذمه الله ان شاء الله في جنه الخلد. ادي الشاب الجميل حسيني ابو ضيف واقف وسط زمايله. في الكلام ده قريب جدا على فكره، الكلام ده في مظاهرات في 4/12 الشهر ده، الشهر اللي احنا فيه ده، مش الكلام ده مش السنه اللي فاتت. ادي الولد اللي بيقول لك مصرين انهم يروحوا بقى ايه، لما فشلوا في العربي فراحوا بقى في الموقع الانجليزي يقولوا بقى ان ايه، ان الحسيني اتضرب بلطجيه موتوه. يبقى اذا انصار الرئيس هم اللي بيموتوا يا عيني غلابه، والناس اللي بيضربوهم المتظاهرين التانيين وحشين بيضربوهم بالرصاص. ما هو الحسيني ده ميت برصاصه. لا حول ولا قوه الا بالله. خد عندك بقى ده كمان كارثه من كوارث مواقع الاخوان. على فكره هم بيشتموني بالهبل بالعبيط زي ما بيقولوا، يعني بيشتموني بالعبيط. يعني يبدا واحد يروح قارن وراه مثلا 300 واحد، شتيمه 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 شتيمه، ما فيش حاجه ضرب خالص، شتيمه شتيمه شتيمه. الضرب هيعملوه بقى انصار ابو اسماعيل ان شاء الله. يعني شتيمه 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 شتيمه، حاجه رهيبه. بص بقى يا سيدي كاتبين ايه
في بوابة الحرية والعدالة. اسمع الخبر وتمعن كده، شوف الناس بتعمل ايه في الدنيا. علمت بوابة الحرية والعدالة من مصادر مقربة قريبة شوية يعني، اللي هي تبقى مقربة بقوى المعارضة. علمت من مصادر مقربة أو مقربة من قوى المعارضة أن فلول النظام السابق تخطط لإشعال عدة حرائق سياسية غدا. أول حاجة، فلول النظام السابق تخطط لإشعال عدة حرائق سياسية غدا في البلاد لتفجير الأوضاع السياسية عقب فشل مخططهم في وقف الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد الحكم الذي خرج من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها في نظر الدعوة بإلغاء الاستفتاء. ومن ضمن تفاصيل هذا المخطط اقتحام عدد من مقرات الهيئات السيادية ومبنى مسبيرو بمشاركة عدد من الإعلاميين العاملين داخل المبنى. ده ما عارفين الخطة بالظبط، يعني هيقتحم مبنى مسبيرو بمشاركة عدد من العاملين، من الإعلاميين كمان، خلي بالك، مش العاملين، لا، قال لك من الإعلاميين العاملين بداخل المبنى، حيث يقوموا بتسويد بعض القنوات والمحطات، وكذلك الهجوم على مدينة الإنتاج الإعلامي وإطلاق وفتح النيران على المتواجدين، وأيضا إغلاق الطريق الدائري ومحاصرة وقف العمل بالمترو وتعطيل العمل في بعض المصالح الخدمية كمياه الشرب والكهرباء. كما يخطط ذيول الفلول لمهاجمة معتصمي ميدان التحرير بواسطة عناصر أمنية وبلطجية مسلحة بطبنجات رصاص حي قاتل، ويرتدون زيا مدنيا ويطلقون لحاهم ليظهروا، خلي بالك، هيسيوا لحيتهم ليظهروا بمظهر شباب الإخوان والسلفيين، وسيقومون بقتل عدد كبير وإصابة عدد أكبر من المعتصمين. وفي أثناء هذه العملية المجرمة ستهتف هذه العناصر الإجرامية هتافات تأييدية للدكتور محمد مرسي والدستور، وذلك لتضليل الرأي العام وإلصاق التهمة بشباب الإخوان والسلفيين، وسيتم حرق خيام المعتصمين حتى يكون الغضب الشعبي كبيرا على الإخوان والسلفيين. هل في حد عاقل يقدر يفهم الكلام ده ويقول ان ده كلام ممكن يحصل؟ وهل لما يبقى عندك معلومات زي دي تنشرها على البوابة ولا تروح توديها للأمن؟ ويعني ايه علمت مصادر مقربة من فلول المعارضة؟ طب ما فلول المعارضة بقالهم سنتين ما شفناش منهم حاجة من دي بالشكل ده خالص. ثم ايه علاقة المعارضة بالفلول؟ هي علمت بقوى المعارضة ان فلول النظام السابق، يعني اللي هيخطط لده كله الفلول، انما هي علمت من قوى المعارضة، يعني قوى المعارضة متواطئة مع الفلول، يعني قوى المعارضة عارفة اللي هتعمله الفلول وموافقة عليه، ده يبقى واضح من البيان. ده اسمه عك سياسي، ده اسمه عك وحاجات خطر جدا على الناس وتقلقوا الناس وتخوفوا الناس. اللي بتعملوا ده لمصلحة مين؟ انا مش عارف.